ما تسيبني أعبد ربنا بالطريقة اللي أنا عايزها من غير ما تتهمني بالكفر، واعمل نفس الشيء من غير ما اتهمك بالتطرف. سيبني أحب بلدي حسب التصور اللي أنا شايفه ومقتنع بيه من غير ما نشكك في نوايا بعض. السلام عليكم. تعمل إيه لو دخلت امتحان ولقيت كل الأسئلة اللي فيه اختيارات، وفي كل سؤال متعلم علامة قصاد الإجابة الصح؟ هتفرح طبعا، ما انت قاعد بتلعب طول السنة وما فتحتش كتاب. بس هل ده يبقى امتحان أصلا؟ يبقى إيه لازمته؟ اللي أنا أفهمه يعني إن الإجابة الصح تتحط وسط إجابات غلط علشان أبقى مستحق للدرجة لما اختارها من وسطهم. رأيي الشخصي اللي بيخصني أنا لوحدي وغير ملزم تماما لأي حد غيري، إن مفيش صفة ربنا سبحانه وتعالى ميز بها الإنسان على سائر المخلوقات غير الاختيار. مش بتاع بترميمي، لا، بس حاجة شبهه كده. الاختيار هو الأصل في الدين وفي كل شيء. ربنا سبحانه وتعالى قال: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. يعني الطريقين قدامك وانت حر، لأن الاختيار لو ما كانش معاه حرية يبقى وهم. يعني أنا ما ينفعش أدخل محل بيتزا مثلا وأسألهم على الأنواع اللي موجودة، فيقول لي عندنا كل الأنواع يا فندم، عندنا بيتزا بالجبنة الرومي وبيتزا بالجبنة الكيري وبيتزا بالجبنة الموتزاريلا، اختار حضرتك أي حاجة تعجبك. لا حضرتك، انت كده مش بتخيرني، انت كده ماضي عقد مع البقرة. الاختيار يا جماعة لازم يكون بين النقيض والنقيض. يعني باب الجامع مفتوح في وش باب الخمارة، وأنا وخيالي بقى عايز أدخل هنا أو عايز أدخل هنا، أنا حر. وفي الحالة دي ينفع أقول على نفسي حر. أي تدخل في القصة دي هيفسد عنصر الحرية اللي قايمة عليه أصلاً كل مبادئ الثواب والعقاب. المشهد النموذجي بتاع الحياة الإنسانية بالنسبة لي لما تكون أنت ماشي في الشارع وفي بقك سواك، وأنا ماشي في الشارع وبقي سجارة، ومحدش فينا بيتعرض للتاني بأي شكل من الأشكال، ولا بيتحرش بالتاني بأي طريقة من الطرق. يوم ما أنا أقولك إيه الجاهل اللي أنت بتعمله ده؟ أنت ماسك فرع شجرة وبتلعب بيه في سنانك، ارمي البتاع ده وادخل الصيدلية هاتلك فرشة سنان. كده أنا متعدي، أنا انتهكت سيستم الحرية وعملت حاجة مش من حقي أعملها. وكذلك يوم ما حضرتك تقول لي إيه الهباب اللي أنت بتشربه ده؟ أنت مختل يا عم، بتشتري حاجة وتدفع فيها فلوس علشان تبوظ بيها صحتك، هتلاقيني بقولك خليك في حالك. أنا عندي والله كل المعلومات دي ومع ذلك بدخن برضه. وزارة الصحة عندنا عملت حساب إني أكون مواطن عايش في 2026 ولسه مش عارف إن التدخين يدمر الصحة ويسبب الوفاة، فكتبتها لي على علبة السجاير نفسها، مفيش بعد كده. لو قلت لي أنا متهمنيش صحتك أساساً، أنا بنهاك عنها علشان حرام، كده المناقشة بيني وبينك انتهت. دي لو كانت بدأت أصلاً. هتقول لي كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. إيه رأيك في الكلام ده؟ هقول لك وأنا مين يا عم علشان يبقى لي رأي في الكلام ده؟ ده كلام ربنا، يعني يمشي على رقبتي. بس هل أنت جربت تفهمه صح قبل ما تستخدمه ضد الناس؟ لو أنا ضابط شرطة واقف في كمين وحضرتك معدي عليا بعربيتك وقلت لك هات رخصك لو سمحت يا أستاذ، أو قلت لك هات رخصك ياض، لغوياً الاتنين فعل أمر، بس الفرق ما بينهم أنت عارفه كويس ومش محتاج أشرحه لك. ولو أنا نفس الضابط وأنت عليت صوتك عليا وقلت لك ما تعليش صوتك بعد إذنك، أو قلت لك ما تعليش صوتك بدل ما أحبسك، برضو الاتنين صيغ نهي، وبرضو أنت عارف الفرق ما بينهم. قبل ما تعمل أي حاجة باسم الدين اسأل نفسك سؤال صامت محدش هيسمع إجابته غيرك: هو أنا هدفي إيه من اللي أنا بعمله ده؟ لو هدفك تاخد بإيد الإنسان من النار للجنة حسب معتقدك، يبقى كتر ألف خيرك والله. اختبار صغير بقى للطريقة اللي انت بتعمل بيها ده ولنتائجها. لو انت شايف انها هتنجح وهتخليه بطل اللي بيعمله، كمل. يعني مثلا انت لو جيت قلت لي يا حبيبي بلاش السجاير دي، انا عارف انها عادة صعبة ولعينة، ربنا يقويك عليها، خلي عندك عزيمة بس وانت هتبطلها، وانا والله خايف على صحتك وخايف عليك من حساب ربنا. لو قلت كده وانا اتضايقت منك ابقى انسان مش سوي واخبط دماغي في الحيطة بصراحة. لكن لو جيت قلت لي انت بني ادم غبي جدا، مفيش حد عنده مخ ممكن يعمل في نفسه اللي انت بتعمله ده، مع انك نظريا صح، بس ساعتها قبل ما اخلص السيجارة اللي في ايدي هكون ولعت منها سيجارة تانية. فهمت قصدي؟ لو انت حاسس اني انسان سيء، فانا غالبا مش اسوأ من فرعون اللي قال للناس
ما علمت لكم من إله غيري، وقال لهم أنا ربكم الأعلى. لو أنت شايف نفسك إنسان كامل ومعصوم، فأنت مش أحسن من سيدنا موسى وأخوه هارون. ومع ذلك ربنا لما قال لهم يؤمروا فرعون بالمعروف وينهوه عن المنكر، قال لهم اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فلما تكون حضرتك مش طايل شعرة في راس سيدنا موسى، وأكون أنا بكل أخطائي وشروري طفل رضيع جنب فرعون، ومع ذلك ما تقوليش قولي لين، تبقى حضرتك متعدي في حقي وفي حق الدين اللي انت بتتكلم باسمه بدون وجه حق. حاول تحترم الاختلاف لأنه آية من آيات الله في خلقه، وبلاش تعتبر نفسك نموذج إجابة. زي ما انت مؤمن بمعتقداتك، غيرك عنده نفس الإيمان بمعتقداته، وزي ما هو مش من حقه يجبرك على اعتناق أفكاره بأي شكل من أشكال الإجبار، انت كمان ما عندكش نفس الحق. احنا بنعمل يا جماعة حاجة في منتهى الغرابة، كلنا بنتقاسم المصادرة وبرضه بنتقاسم عقدة الاضطهاد بنفس الدرجة. يعني أصحابنا مثلا بتوع الحريات المطلقة ليل ونهار بيتكلموا عن حرية المرأة في اللبس والعلاقات والتصرفات، وفي نفس الوقت معظمهم بيهاجم أي ست محجبة، مع إن هي نفس المرأة اللي بيدافعوا عن حريتها في اللبس. نفس الشيء بيعملوه إخواننا على الجانب الآخر. إحنا مظلومين ومضطهدين، بس أي حد مش شبهنا هنسحب منه رخصة الدين ومش هنديه وصل كمان. طب فين التعايش؟ ما تسيبني أعبد ربنا بالطريقة اللي أنا عايزها من غير ما تتهمني بالكفر، واعمل نفس الشيء من غير ما اتهمك بالتطرف. سيبني أحب بلدي حسب التصور اللي أنا شايفه ومقتنع بيه، من غير ما نشكك في نوايا بعض وفي وطنية بعض. كل واحد فينا هيتحاسب على اختياراته، وأظن بقى من العدالة إنك تسيبني أخد فرصتي كاملة واختار بنفس الأوردر اللي أنا هحاسب عليه لوحدي. وتقدر تنصحني طبعا لو حسيت إني بغلط أو بختار أصناف مش هقدر أدفع تمنها، بس مش من حقك تجبرني أو تهني أو تفرض عليا اختيارك حتى لو كان هو الصح، لأن اللي أحسن مني ومنك ما عملش كده، ولا ربنا سبحانه وتعالى قال له إن دي مهمته، لكن قال له فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. أو زي ما قال الشاعر رأيت كل إنسان يجاهد نفسه ولا يسعد المرء إلا حين يختار. وكل سنة وانتم طيبين.